الإعلام الرياضي المصري واحد من أسوأ المجالات اللي موجودة حاليا على الساحة. وخلينا نتكلم على حاجة اللي تخصني، وهي نادي الزمالك اللي عادي جدا في الإعلام الرياضي المصري إن أنت تتكلم عليه وتتكلم على إدارته وتغلط فيه وفي رموزه، وكأن نادي الزمالك لقمة سهلة قدام الناس كلها. والمفروض إن أنت عندك قناة اسمها قناة نادي الزمالك، هي المفروض حائط الصد الأول ليك كنادي، سواء كمجلس اداره او كنادي او كرموز او اي حاجه تتقال غلط على نادي الزمالك. ولكن كل ده بيحصل والناس في قناه نادي الزمالك واقفين بيتفرجوا زيهم زينا، بل بالعكس على السوشيال ميديا الزمالكاويه بيبقى ليهم ردة فعل، ونادي الزمالك ملهاش اي رد فعل نهائي. والمفروض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وعدونا وادونا كلام اكيد ان في تطوير حصل في الايام الاخيره لقناه النادي، ولكن حتى الان احنا ما شفناش اي تطوير يذكر على قناه نادي الزمالك. السيد الفاضل شبيه الاستاذ وائل الابراشي عنده برنامج اسمه الترند على قناه النادي الاهلي. الراجل ده مهتم ببيانات نادي الزمالك وكل ما يخص نادي الزمالك، حتى الكاف وحتى ايقافات اللعيبه وحتى الغرامات اللي بتنزل على نادي الزمالك. فتعالوا نسمع ونشوف الراجل ده هيقول لنا ايه على ما يخص نادي الزمالك والبيان الاخير بتاعه. ودي بقى نركز مع بعض فيها، لان بصراحه احنا بنشوف حاجات في الايام الاخيره غريبه جدا. ايه يا معلم الغريب اللي انت شفته بالظبط؟ قول لي، احكي لي. هل في اخطاء تحكيميه انتوا شايفينها بشكل واضح ضد المنافس اللي موجود في الدوري وبينافس على الصداره، واللي تعادل بالامس امام طلائع الجيش وتعادل قبل كده امام سيراميكا كليوباترا؟ انا بتكلم على معظم خبراء التحكيم اللي فاهمين في التحكيم، قالوا بالعكس، سيراميكا اتظلم وكان هو اللي ليه اكتر من لعبه، وبالامس فريق طلائع الجيش تعادل 2-2 مع الزمالك وما كانش فيه اي ضربه جزاء لصالح فريق نادي الزمالك. ما هو انت لو مش شايف ان في اخطاء ارتكبت ضد نادي الزمالك، انصحك ان انت تروح تكشف نظر وتروح تركب وتقدم على نضاره يا معلم. وكمان انت بتقول ان كل الخبراء التحكيميين اجمعوا ان نادي الزمالك ما اتظلمش، فانت كذاب ومدلس، والموضوع بايخ وسخيف لدرجه انت لا تتخيلها. وفي الاخر انت طلعت ولا نزلت يا معلم؟ انت راجل شبيه، وده مش تقليل منك، انت فعلا شبه الراحل الاستاذ وائل الابراشي جدا، دي حاجه ما تقللش منك، بالعكس الراجل كان اعلامي كبير وناجح وصحفي كبير وناجح. ولكن يا مؤمن تتكلم على ماتش سيراميكا ممكن اعديها لك، رغم ان احنا ممكن هنتكلم في ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش بالايد، لا احنا ممكن نقول الراجل خبط رجل ناصر منسي قبل ما يقع ويلمس الكره بايده، بس مش مشكله هعديها لك وهسيبك تمسك في حاجه اللي هو ماتش سيراميكا. ولكن ان انت تتكلم على ماتش الجيش وتقول ما فيهاش اي حاجه، اللي كل الخبراء اللي انت بتقول نادي الزمالك ملوش حاجه كلهم اجمعوا ان نادي الزمالك ليه ضربه جزاء، ما عدا واحد او اتنين بس هم اللي قالوا الكره ما تتحسبش ضربه جزاء. بعدين يا مؤمن ده الجون اللي تعادل بيه التاني نادي طلائع الجيش، الكره جايه في ايد الراجل والناس كلها بتتكلم ازاي وائل فرحان، اللي هو فرحان مش عارف على ايه، ازاي ما ندهش للحكم عشان يلغي الجون عشان الكره جايه في ايده. والمعلوماتك ان اي لمسه يد للمهاجم خصوصا لو جوه ال 18 بتتحسب، سواء بقى متعمده مش متعمده ملهاش اي علاقه، لان المهاجم بيستفاد منها وبيقدر يحقق منها هدف، عكس لمس الايد على المدافع جوه ال 18 ليها علاقه بالوضع التشريحي متعمده ولا لا، وقصه كده كبيره قوي سعادتك. فلو سمحت الحاجه اللي انت مش فاهم فيها، بس الحاجه اللي انت مش فاهم فيها ايه؟ الحاجه اللي انت شفتها يا عم ما تكذبش فيها، ما تدلس. وانا مش قادر استوعب فكره البيانات اللي ممكن تصدر ويبقى فيها كلام بشكل غير مباشر تجاه، ما اعرفش هل بعض الفرق المنافسه ولا تجاه مين في المنظومه. انا مش قادر برضو يعني ايه افسر الكلام اللي مكتوب، وهل هي اجراءات استباقيه لاهداف معينه في مشوار دوري اكيد لسه فيه تفاصيل كتير الفتره الجايه. يا اخي ان شاء الله عنك ما فهمت ولا عرفت اي حاجه. هو يعني كنت انت فهمت او عرفت البيان اللي انتوا نزلتوه بعد اول ماتش في الدوري اللي الزمالك كان اتظلم فيه بالمناسبه، اللي هو كان ضد البنك الاهلي، كنت انت فاهم وكنت انت عارف ايه اللي بيحصل؟ يعني في ماتش سيراميكا احنا قلنا تقارير الحكام والمراقبين اكدت ان هيبقى في عقوبات، وللاسف الرابطه ما طبقتش العقوبات بشكل سليم. نبيل دونجا شد وجذب امين عمر من التيشيرت، وشفنا ده في شريط المباراه الرسمي، ولم يتخذ قرار ضد نبيل دونجا. ثم صدر بيان من نادي الزمالك بشان الاخطاء التحكيميه اللي كانت ضد سيراميكا، مش لصالح الزمالك، مش لصالح سيراميكا، ومع ذلك شفنا القرارات جت رد فعل على البيان.
وما كانتش القرارات بنسبه 100% سليمه. طب وبرضه ما تجيش معاك سكه اللقطه بتاعت رامي ربيعه لما عمل الحركه اللي هتظهر دلوقتي قدام، وكانت برضه في المناسبه في شريط المباراه، وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم. ولا حياه لمن تنادي يا معلم. وفي حاجات تانية كتير، بس دي الحاجه اللي جايه في دماغي دلوقتي. عايز اقول لكم على حاجه تانية. انتوا تعرفوا ان لجنه الحكام كانت اختارت امين عمر لاداره مباراه المصري والاهلي غدا، وبعد هذا البيان منعا ليه يعني ما يكونش ده رد على نادي الزمالك ببيانه ان يتعين امين عمر في مباراه تانية مهمه زي الاهلي والمصري، فتشال امين عمر وتحط مكانه حسب ما قريت امبارح من بعض المواقع الكابتن محمود البنا. والنهارده هنشوف الاعلان الرسمي من لجنه الحكام هل البنا حكم لمباراه المصري والاهلي غدا ولا لا. وكان المفروض محمود البنا هو اللي هيدير مباراه الزمالك وطلائع الجيش اللي اتلعبت امبارح، بس اتشال البنا واتحط طارق مجدي واتحط الكابتن طارق مجدي اللي كان لسه بيدير قبلها باسبوعين ثلاثه مباراه الزمالك وسموحه اللي الزمالك كسبها 3-0، وكانت فيها لعبه واضحه جدا بطرد عمر جابر لانه دخل على لاعب سموحه، لعبه خطره وكان المفروض فيها كارت احمر، ومع ذلك ادى فيها انذار. والكابتن عمرو الشناوي كان موجود على الفار، وكان في هدف المفروض تسلل على الزمالك، ومع ذلك الفار ما اتدخلش وما رسمش الخطوط. والكابتن عمرو الشناوي من وقتها احنا اصلا مش بنشوفه لان هو اصلا كمان ارتكب خطا كارثي يعني في بدايه الموسم. فالاخطاء التحكيميه كانت في جانب واحد مش ضد هذا الجانب اللي بيطلع دايما بيانات. طب واحده واحده كده بس عشان نفهم. امين عمر بالنسبه لك بتاع ماتش سيراميكا اللي انت قافش فيه، هو حكم كان كويس وجيد ولا كان سيء في المباراه؟ لو انت شايفه كان حكم جيد يبقى انت شايف ان هو ما ارتكبش الاخطاء الكبيره الجسيمه اللي ظلم بيها سيراميكا. ولو انت شايفه حكم وحش فانت عندك في نفس القناه كابتن اسامه حسني قال ان اي فرقه تتمنى ان واحد زي امين عمر ده يحكم لهم اي ماتش. فانا مش فاهم انت تبع مين فيهم وتبع انهي نظريه فيهم، كويس وما ظلمش حد ولا وحش وظلم سيراميكا كليوباترا وجامل نادي الزمالك؟ وبمناسبه بقى قصه كمان الفار اللي انت بتتحجج فيها ان هو ما ندهش وما عملش، انت عندك في ماتش نادي زد، وكل مره على فكره هديك مثال بحاله واحده بس عشان ما نضيعش وقت الناس ولا اطول وقت الفيديو على الفاضي. انت عندك في ماتش نادي زد كوره كل الناس اجمعت ان هي ضربه جزاء على النادي الاهلي، ولكن الحكم عمل نفسه مش شايفها، والفار برضه عمل نفسه مش شايفها، وما استدعاش الحكم علشان يشوف الكوره. فزي ما بتحصل عندك بتحصل عندي، بس بالنسبه لي هي غلطات فجه، وبالنسبه لك يا عم كبر دماغك، الاخطاء جزء من متعه كره القدم. والحكام بتتغير عشان الجانب ده ما يزعلش ما يتضايقش ان هو بيطلع بيانات وبتطلع قرارات عكس ما بيتكلم فيه بياناته. فقرارات الرابطه مش ضده، تعيينات الحكام ما بتزعلوش. بعدين يا جاحد بتتكلم ان الحكام بتتغير في الدوري المصري عشان خاطر نادي الزمالك. يا راجل ده انت من كتر الفجر بتاعكم ومن كتر الايد الطايله هنا ابو ريده كان بيغير لكم الحكام في الماتشات بتاعت افريقيا. اوعى تنسى ان الاهلي لما فاز ببطوله افريقيا العام الماضي ماشي عمل ايه؟ كرم المهندس هاني ابو ريده على دوره في دعم النادي الاهلي. في حاجات ما بتتقالش زي ايه مثلا؟ يعني يبقى في حكم معروف بميوله مثلا للفرق الفلانيه اللي من دوله كذا، ماشي، نظرا للغه والتقارب وكلام من، فالاهلي يقول مش عاوزينه قبل ما يتم الاعلان، فيكلم مثلا المهندس هاني ابو ريده يتقال له ده مش عاوزينه، يعني ده منحاز لكذا، متجوز من دوله كذا، بلاش ده. هنا يتحدث المهندس هاني مع رئيس لجنه الحكام كمسؤول في الفيفا ومسؤول في الكاف، وفي امور اخرى لا تقال ولا يتم التعبير عنها، ماشي، لكن في النهايه المهندس هاني ابو ريده كان داعما للنادي الاهلي باعتراف اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب. فانت بتتكلم على تغيير مين يا جدع؟ يا جدع يا جدع. لكن النهارده وبدون ذكر اسماء، وكلكم شفتوا اكيد منصه اكس وعلى منصه تويتر شفتوا الكلام لاحد رؤساء النادي السابق، قال كلام يعني انا ما اعرفش يعني هل لجنه الحكام هتتحرك دفاعا عن الحكم؟ لان في كلام اتقال يعني انا مش هقدر اقوله، انتوا قروه موجود على منصه اكس، لكن انا مش هقدر اقوله. فكره الاعتداء على الحكام والكلام اللي اتكتب على منصه اكس، هل لجنه الانضباط ممكن تتدخل في حاجه زي كده؟ هل لجنه الحكام هتكتب مذكره تقدم شكوى لاتحاد الكوره ولا هيتقال لها بلاش تدخلي دلوقتي؟ هل مجلس اتحاد الكوره وهو في اول عمل وفي اول مسؤوليه امام تحدي مهم جدا فرض الانضباط على كافه عناصر المنظومه، على الكبير قبل الصغير؟ بنشوف بيانات على منصه اكس فيها خروج عن النص، تعدي على الحكام، تحريض على الحكام، وبيانات رسميه فيها اتهامات رسميه، بس لمين مش عارفين. ما هو برضه ما فيش شجاعه توضح انت بتتكلم على مين، مفيش اي شجاعه، كلام بيتكتب بس كده لدغدغه الجماهير. عبيط وهبل وزيمبابوي، ايوه انت عبيط وهبل وزيمبابوي، عشان كل مره اقول لك ما تلعبش في الفيشه بتاعت الواي فاي وبرضه بتلعب فيها. ايه ده؟ معلش انا اسف، يبقوا شيلوها بقى في المونتاج. المهم اذكى اخواته شبيه الاستاذ وائل الابراشي زعلان من كلام الاستاذ ممدوح عباس اللي بيهاجم فيه الحكم،
وانا هضم صوتي لصوتك وهقول لك، وده بجد بقى مش هزار، انه ما ينفعش التطاول اللي عمله ضد حكم المباراه. ولكن انا عايز افهم ايه هي وجهه نظرك، وايه هي المنطقيه اللي انت والمرجعيه اللي انت بتتكلم بيها في ان لجنه الانضباط تعاقب المفروض نادي الزمالك او الاستاذ ممدوح عباس اللي هو ملوش اي صفه في مجلس اداره نادي الزمالك. يعني ايه هتعاقبه لجنه الانضباط؟ هتعمل ايه؟ يعني انا عايز افهم وجهه نظرك بجد، وده مش هزار. عايز افهم انت ايه المنطق اللي انت بتتكلم بيه. يعني انا مش فاهمه. هل مثلا انت عايزهم يسحبوا الاكونت بتاعه يقفلوه فتره؟ يعني حاولت والله اجيبها يمين اجيبها شمال، يعني مش راكبه معايا خالص. النهارده بالمناسبه على فكره هنستعرض الحالات التحكيميه بس من وجهه نظر تانية، لان السوشيال ميديا بيبقى عندها يعني حته ايجابيه. ايه هي؟ لما بتشوف حاله تحكيميه في بعض المباريات والبعض بيتمسك بيها، بترجع تجيب نفس الحاله دي في مباريات اخرى، بتبقى نفس الناس اللي بتقول ان الحاله التحكيميه دي ما كانش فيها ركله جزاء هم النهارده اللي بيقولوا الحاله دي فيها ركله جزاء. فتعرف بقى ان الشيزوفرينيا، وان كل واحد بيقول راي بينسى هو قال ايه قبل كده. بس الملعب مش بعيد، يعني الملعب صغير وقريب، بنقدر نشوف نفس الحالات دي بتتكرر في ماتشات تانية، وبنقدر نعمل قياس على الحالات دي. اللي كان بيقول قبل كده ركله جزاء النهارده دلوقتي رايه ايه، واللي كان بيقول وقتها مش ركله جزاء دلوقتي رايه ايه. النهارده هنستعرض بعض الحالات. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف مين بيتكلم، اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه. يا الهي يا الهي، ده انتم ملوك الحاجات دي يا جدع، اقسم بالله انتم ملوك الحاجات دي. انا كل ما اتمناه ان الساعات اللي جايه يكون في قرارات رادعه من اتحاد الكره، ويتم تفعيل دور لجنه الانضباط، وان اي شخص ايا كان اسمه او صفته سواء حالي او سابق يتخطى حدود الادب واللياقه يتم معاقبته ايا كان اسمه او صفته، طالما بيحمل الصفه الرياضيه كرئيس سابق كمسؤول سابق. لانه سهل جدا في اي فتره زمنيه قريبه يكون عنده الحق انه يترشح سواء في عضويه اتحاد كوره سواء في عضويه نادي مجلس اداره، ده موجود. فبالتالي ده يخضع للقرارات الانضباطيه والعقوبات الانضباطيه. لو طبقت القانون من دلوقتي مظبوط المسابقه هتمشي زي الالف. بص، هو انت عندك حق، مفيش احسن من تطبيق القانون. ولكن تاني هرجع اسالك، طب المسؤول الحالي وسهل جدا انت تعاقبه، مفهومه ومقبوله ومبلوعه وعندك فيها مليون الف حق. اما المسؤول السابق هنعاقبه ازاي يا ابن الحلال؟ واحد قاعد في بيته ما بيعملش حاجه غير ان هو بيكتب على منصه اكس، عايز تعاقبه تعمل هتسحب منه التليفون؟ يعني يا ابني انت بتتكلم ازاي؟ بعدين لو انت بتتكلم على الحساب قوي وصعبان عليك والالفاظ ولسانك يعف ان انت تقولها، انت عندك يا معلم عدل القيعي اللي هو بيطلع من نفس الاستوديو اللي انت بتطلع فيه قال نكته اباحيه على قناه رياضيه. فهل ده هيخش معاك في ضمن الحسبه المسؤول السابق اللي المفروض يتعاقب؟ ولكن مسؤول سابق ايه ولجنه انضباط ايه؟ فين يا عم المسؤولين عن الاعلام؟ هم اللي المفروض يعاقبوه. فانت بتتكلم في ايه صباح الفل؟ لو انت القانون اتطبق فعلا انتوا اكتر ناس هتتضروا منه يا معلم. فيا استاذ شبيه بعد اذنك خليك مركز معانا في الكلام ومصحصح، وقول حاجه تتصدق او تتعيل، او حاجه تكون ممكن انها تطبق فعلا او انها تتنفذ، بما انك خبير في اللوائح وبتجيب حصريات من هنا ومن الكاف ومش عارف ايه. فركز شويه. في النهايه هختم بالجمله اللي انا دايما بحب اختم بيها: الزمالك وطن، دمت لنا فخرا ودمنا لك اوفياء. سلام.